السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الشواحن الأصلية اللي هي بتيجي مع الأجهزة. تمام، عندنا الشاحن دوت كان شغال وفجأة فصل لوحده وما بقاش يشحن خالص. تمام، وعندنا الشاحن ده نفس الكلام، كان شغال وفجأة وقف خالص ما بقاش يشحن. والشواحن ديت بتبقى أصلية وبتبقى شواحن كويسة ونظيفة. مع بعضينا هنشوف العيوب ايه وهنبتدي ان احنا نصلح الشواحن مع بعض. عندنا مثلا الشاحن ده بيتفك من هنا كده بكليبسات اهو، بنفس الطريقه دي كده اهو. تمام اهو، بنفس الطريقه دي كده اهو. تمام، في مجرى اهيت بيمشي فيها اللي تمشي فيها الكارته. تمام، وعندنا هنا ادي اهو المكان ده اللي هو بتاع الكهرباء 220 فولت، وعندنا الاثنين دول بيركبوا في الكهرباء. وعندنا بقى ديت الشاحن ده ما فيهوش مكثفات وايساهات وحاجات زي الشواحن التانية. عندنا مكثف اهو، بس المكثف ده سليم اهو ما فيهوش حاجه. تمام، عندنا المكثف ده مشكوك فيه اللي هو ده. تمام، طيب نشوف المكثف ده اهو، ده منفوخ من تحت اهو، مشكوك فيه. انا شاكك في المكثف ده. ماشي، اهم حاجه نقرا المكثف. يعني ده المكثف ده مثلا، المكثف ده 470 على 10، 470 على 10 فولت. وهنجرب كده ونشوف مع بعضنا. عندنا هنا ايساهات اهيت ومكثفات وحاجات هنا، بس سليمه اهي ما فيهاش حاجه خالص، مش حاجه مكسوره ولا محروقه ولا كلام من ده. ده منفوخ اهو من هنا اهو، اهو شكله هنا ضارب اهو من الناحيه دي. هنشوف مكثف زيه كده وهنركبه وهنشوف الدنيا ايه. تمام، طبعا هنا مكان المكثف اهو مكتوب موجب اهوت، يعني المكان الموجب بيبقى معروف العدد بتاعه. تمام، هركب كده المكثف ده ونجرب كده. تمام، عشان بس ايه تخلي بالكم من النقطه دي. هنشوف مكثف زيه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني اهو يا جماعه. انا لقيت مكثف اهو، هو كبير شويه بس مش مشكله. ماشي، بس المكثف دوت 470 على 16، يعني كان 470 على 10. فطبعا لما يكون زياده مش هيضر في شيء. اهو فين اهو 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 470 على 16. تمام، هنجرب كده ونشوف الدنيا ايه وارجع لحضراتكم تاني. اهو ركب البتاع. طبعا البورده ليها مكان مجرى بتمشي فيها. خلاص، هنركب بقى حاجه حاجه. الوش اهو، طبعا لازم نتاكد ان كل حاجه راكبه في مكانها. تمام، وربنا يستر. وهنجرب على كده. هنجرب اهو اهو، ما شاء الله اشتغل اهو، نور اهو، اهو نور اهو ما شاء الله. هو طبعا كان فاصل خالص، مش عاطي اي حاجه خالص اهو، بس طبعا لازم اقفله عشان خاطر موضوع الكهرباء ده احسن يأذينا. تمام اهو اشتغل اهو ما شاء الله ما شاء الله. بس هفصله بس عشان خاطر وش، عشان مش مقفول فخرج معايا من الكهرباء. طبعا يا جماعه انا كان ممكن اركب مكثف اهوت 470 على 6.5. تمام، 470 على 3 على 6.3 من 10، لكن ده 470 على 10. تمام، واللي انا ركبته ده 470 على 16. طبعا 470 على 16 احسن، هيظبط الاداء. تمام، هنقفل بس كده وهنرجع لحضراتكم مره تاني. هو كان طبعا فاصل باور خالص. طبعا عشان الظهر ده او الوش ده خلاص اتفك من الكليبسات الاصليه بتاعته فبيفك بسهوله. هنديله نقطه تامير بسيطه جدا عشان خاطر ان هو يمسك في مكانه زي الفل. نقطه بسيطه عشان خاطر نعرف نفكه مره تاني. كده احنا ادينا له امير كده اهو، باين الامير اهو. تمام، الامير ده هيمسك بقى، حتى لو حبيت تفكه بعد كده ولا حاجه هتفكه بسهوله خالص. هنروح بقى للكهرباء ونجرب تاني ان شاء الله. كان فاصل باور خالص وما كانش بينور. بسم الله الرحمن الرحيم اهو نور معانا. هنجيب الوصله اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. الوصله اهي وصلناها. محتاجين بقى الشاحن عشان نجرب بيه. ثانيه واحده. لو يكن مثلا التليفون ده ماشي، ده لسه متصلح اهو، بس عشان انا بصور بايد وبعمل بايد اهو. اللمبه نورت وادي الشاحن اهو، بسم الله ما شاء الله. شاحن اهو، مفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا كده الحمد لله رب العالمين عرفنا ان احنا نصلح الشاحن، مفيش اي مشكله. وهنجيب الوصله بتاعته بردك وهنجربها، اللي هي الوصله البيضاء اهي، دي وصلته هو. هنجربها بردك لحظه واحده. ادي الوصله بتاعته اهي، بتاعت الشاحن الاصليه ما شاء الله. طبعا التليفون ده عشان مركب له شاشه وبتاع، فطبعا انا مكيسه لصاحبه لما يجي ياخده. تمام اهو ما شاء الله، الله اكبر، بيشحن مفيش اي مشكله. ولمبه الشحن منوره اهي. وادي الشاحن اهو
عشان ما تقولوش بس ان احنا ايه غيرنا حاجه ولا مش هو الشاحن ولا بتاع. وادي مكان الفك اهو مكان ما احنا فكيناه ولا الكليبسيه اهي. تمام. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا متابعه واعملوا لنا لايك واكتبوا لنا رايكم في التعليقات. كان معكم اخوكم هاني الشريف من صفحه هاني الشريف اتش اكتشاف المبدعين الموهوبين في اي حاجه وفيديوهات مجانيه واعلانات مجانيه. ورايكم مهم جدا لنا في التعليقات. السلام عليكم وانتظرونا في فيديو جديد.